المشاهدون الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. أحييكم وأقدم لحضراتكم نشرة للأخبار، ولكن قبل النشرة إلى حضراتكم هذا التنويه. تعلن الفضائية الإريترية بأنها ستبث بمناسبة احتفالات عيد الاستقلال ابتداء من منتصف يوم غد 19 من مايو وحتى 26 من مايو أفلام وثائقية وبرامج ودراما موسيقية وأغاني وغيرها من برامج تعكس أيام الاستقلال المجيد وتبرز نضال التحرير المرير والتجارب المكتسبة بعد الاستقلال. إلى حضراتكم موجز أو عناوين الأخبار. وفد إريتري يلتقي نائب مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دبلو. في بارنتو دعم المتضررين من الحريق. أصحاب المنازل يلغون إيجارات البيوت. غارات جوية تؤدي إلى مقتل 7 مسلحين موالين لإيران بسوريا. قتلى وجرحى إثر تفجير سيارة مفخخة بعد يوم واحد من الاتفاق على تقاسم السلطة في أفغانستان. ونتنياهو وغانتس سيتناوبان على رئاسة الحكومة الجديدة في إسرائيل. السلام عليكم ورحمة الله. التقى وفد إريتري عالي المستوى يزور السودان يتكون من وزير الشؤون الخارجية السيد عثمان صالح ومستشار الرئيس السيد يماني قبرآب. التقى أمس واليوم 17 و18 من مايو بنائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو ورئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك. وعرب نائب رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو في اللقاء عن تقديره للجهود الحثيثة التي يقوم بها الرئيس إياس أفورقي للدفع بالشراكة الإريترية السودانية وتعزيز التعاون الإقليمي. وقدم الفريق أول دقلو توضيحا للوفد عن تطور عملية السلام في السودان. وفي اللقاء الذي جرى مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك حول العلاقات الثنائية والتعاون الإقليمي، أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك بأن السودان يمنح كبير الاهتمام للشراكة مع إريتريا، معربا عن ثقته لتمكين الجهود الجارية التكامل الإقليمي الفعال واقعا ملموسا. وكان الوفد الإريتري على المستوى قد التقى يوم 17 من مايو رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان وسلمه رسالة من الرئيس إياس أفورقي. قدمت مساعدات مالية وعينية للأسر التي احترقت منازلها وممتلكاتها جراء الحريق الذي شب في 4 من مايو بأطراف مدينة بارنتو، وكذلك للأسر الملتزمة بيوتها تلبية لتعليمات مكافحة كورونا. وقدمت وحدات القيادة الغربية 15 كنتالا من الطحين الأبيض والذرة والعدس والسكر ومواد أخرى و4000 نقفة نقديا. وقدم مكتب وزارة العمل والرعاية الاجتماعية في إقليم القاشبرك الأغطية وأدوات البناء والأدوات المنزلية. وقدم سكان مدينة بارنتو أكثر من 31 ألف نقفة إلى جانب مشاركتهم في بناء 8 أكواخ. وقدمت الكنيسة الكاثوليكية في مدينة بارنتو 75 كنتالا من الذرة و450 كيلوغرام من العدس للأسر في 4 ضواحي بمدينة بارنتو. في غضون ذلك ألغت جمعية كويتا للمعاقين إيجار شهرين ل4 متاجر والسيدة أمونة أحمد من حي السلام إيجارات 3 أسر ومتجر لشهر واحد. وفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن الحريق الذي اندلع يوم 4 من مايو في مدينة بارنتو أودى بحياة طفل بعمر 2 عام في حينه، ووفاة 3 مواطنين بعد ذلك أثناء تلقيهم للعلاج. في إطار الجهود الحكومية والشعبية الحثيثة الجارية دعما لتطبيق التعليمات الصادرة للتصدي لفيروس كورونا الفتاك، يواصل الإريتريون في الداخل والمهجر السماح بالإقامة المجانية لمستأجري بيوتهم. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. يقوم المواطنون في الداخل والمهجر بإلغاء مدفوعات إيجارات البيوت في مختلف المدن الإريترية. وأفادت المعلومات الواردة من السفارة الإريترية في الدول الإسكندنافية بأن مواطنا لم يرغب بذكر اسمه سمح السكن المجاني ل3 أشهر ل5 أسر تستأجر منزله في حي 4 أسمرة. والسيد ميكيل أباي المقيم في ستوكهولم مع زوجته ويني تغلى قرقيش لشهرين لمنزله في بارادوبا. والسيد ميكيل أفورقي المقيم في يوتبوري مع أخته ربقة المقيمة في ميونخ الألمانية ل20 أسرة في منزلهما بدار قولوس لشهرين.
والسيدة ملئت جرماي وزوجها ملقيتا تخل مريم لشهرين لمستأجري منزلهما في عنا جدو بمديرية بريخ. وقرر السيد يوهانس أبراهام من ستوكهولم إلغاء إجارة 4 أشهر من الأسرة المؤجرة لمنزله في إندابوندا بسنبل، والسيدة نجست برها ل3 أشهر في عد خوالة وأسرة السيد أسفهتادلا من ستوكهولم لسنة واحدة لمستأجري منزلهما في شمانوغوس لعلاي بمديرية سراجقة. وألغت السيدة محرت أجاي إيجار 2 و3 أشهر، والسيدة رهوة مسفن من أمريكا لشهرين، والسيدة إلسا تولد من بريطانيا لشهرين، والسيد تخلزجي سميرة مع زوجته برغت عند برهان من بريطانيا لشهرين، والسيد برخت جبر سلاسة من الخرطوم لشهرين. كما ألغت السيدة سلام سبحات من ألمانيا إيجار 5 أشهر لمستأجري منزلها، والسيد تخل مريم جبر تنساء إيجار 2 شهر، والسيدة ألم جرس جهر من إيطاليا إيجار 3 أشهر، والسيدة لولا برهانة إيجار 1 شهر، والسيد أسجدت جبر تنساء إيجار 2 شهر، والسيدة تبره منقست أب من بريطانيا إيجار 2 شهر، والسيدات هاي في السهاي من أمريكا إيجار 2 شهر، والسيد يوناس سمرة من يوغندا إيجار 2 شهر، والسيدة قعي جبر جرجش إيجار 1 شهر، ومواطنة من أمريكا إيجار 2 شهر. وقدم الإريتريون المنضوون في جمعية أبناء القلب الواحد في إسرائيل 8,000 دولار أمريكي، والإريتريون في النمسا 12,370 يورو لصندوق مكافحة وباء كورونا. كما يستمر المواطنون في الداخل والمهجر تبرعاتهم لجهود التصدي لوباء فيروس كورونا في البلاد. التقرير التالي يسلط المزيد من الضوء على هذه الجهود. أفادت تقارير وزارة الصحة بأن المواطنين في الداخل والخارج يواصلون تبرعاتهم لتنمية صندوق تصدي كوفيد-19. ووفق ذلك تبرع صندوق إيركو للأبحاث والإرشاد 33,375 نوفة، وجمعية منتجي الألبان التعاونية في الإقليم الأوسط 25,000 نوفة، وجمعية كيدان مهرات العلاية التعاونية بما يجهود 10,000 نوفة، ومؤسسة يعبيو سجاي للحدادة والنجارة 10,000 نوفة، ومركز بوليتيك للتدريب المهني 10,000 نوفة، وطاحونة زودي تفرى بإنبادره 5,000 نوفة، ومصوع سبير بارتس 5,000 نوفة، وماليبو باب بمصوع 3,650 نوفة، وحانة فاست فود دبساي اسم اللاش 3,000 نوفة، وطاحونة تخست هايلي بإنبادره 1,000 نوفة. كما تبرعت جمعية 24 مايو لاستقلال إريتريا التعاونية 10,000 نوفة، وجمعية سلامة المرور 10,000 نوفة، وأفرو أورينتال تريدينج أند أورينتال أوتو سبير 10,000 نوفة، وجمعية إمبادر هوكيدان مهرت 10,000 نوفة، وعداقة حراج 10,000 نوفة، وزومو تورنيتوري 5,000 نوفة، وجمعية مدربي كرة القدم الإريترية 5,000 نوفة، وحانة لينو 5,000 نوفة، وجمعية بعلى مريم براخ مقيمي أسمر 5,000 نوفة، وحانة بيلول 3,000 نوفة، ومؤسسة سابيلا برهان العامة لبيع وصيانة المحركات الكهربائية 2,500 نوفة، وعدد من المواطنين أكثر من 250,000 نوفة و1,000 دولار. في غضون ذلك ووفق المعلومات الواردة من لجنة تنسيق تصدي جائحة كوفيد-19 بألمانيا إلى إرلينا، سمح السيد حدجو انجدا مع زوجتها السيدة ترحس رؤوسهم المقيمان في مدينة كارلس روح إقامة مجانية لأسرتين مستأجر منزلهما في إندابوند بداية من أبريل 2020 وحتى زوال كورونا من البلاد. والسيدة سنايت أبراهام المقيمة في مدينة أخ لمستأجري منزلها في عد أبيتو ل3 أشهر، والسيد محاري أوباما كير وزوجته ل3 مستأجرين لشهرين، وأسرة المتوفي ريشان فسحسون وجيتون فسحسون لمستأجري منزلهم في أغردات ل3 أشهر، والسيد إلفا تخلو مع زوجتها السيدة برجيكو تخلو لأسرة مستأجرة منزلهما في إندابوند لشهرين، والسيدة نبيات تدلا المقيمة في بادن لأسرة مستأجرة في منزلها بدنب سنبل، و3 أسر مستأجرة منزلها في حنبرت لشهرين، والسيد تولد فوتو مع السيدة زفان ولد مريم لمستأجري منزلهما في إمباغاليان وبأسمار شهرين. فاصل أيها السيدات والسادة ونعود بالأخبار الخارجية. أسفرت ضربات جوية استهدفت مواقع تابعة لقوات إيرانية ومجموعات مسلحة موالية لها في شرق سوريا، أسفرت عن مقتل 7 مقاتلين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
ولم تتضح بعد الجهة التي نفذت الضربات التي استهدفت قاعدة معزيلا الخاضعة لسيطرة القوات الإيرانية ومجموعات موالية لها في ريف مدينة البوكمال قرب الحدود السورية العراقية بحسب المرصد. وأفاد المرصد أن الاستهداف أسفر عن مقتل 7 من عناصر الميليشيات الموالية لإيران بالإضافة لتدمير مقر داخل القاعدة، ذاكرا أن تعزيزات عسكرية وصلت إلى القاعدة قبل أيام من الهجوم. ومنذ اندلاع النزاع في سوريا عام 2011 يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات في سوريا استهدفت بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. بعد يوم واحد من الاتفاق على تقاسم السلطة في أفغانستان، أعلن المتحدث باسم حاكم ولاية غزني في شرق أفغانستان الاثنين مقتل 5 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات بجروح إثر تفجير سيارة مفخخة استهدفت منشأة تابعة لوكالة مخابرات أفغانية في الولاية. وقال المتحدث باسم حاكم الولاية وحيد الله جومازادة أن المهاجمين استخدموا سيارة من نوع هانفي في هجومهم مستهدفين المديرية الوطنية للأمن في مدينة غزني، مضيفا أن التفجير أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 32 بجروح. وأوضح أن معظم الضحايا هم من موظفي المخابرات. وأكدت وزارة الداخلية في كابول ومسؤول صحي في غزني وكذلك الهجوم. ويأتي التفجير بعد يوم من إبرام الرئيس أشرف غني وخصمه عبد الله اتفاقا لتقاسم السلطة في كابول وضع حدا لأشهر من الخلافات. ويمهد الاتفاق الذي رحبت به واشنطن الطريق أمام إطلاق محادثات سلام مع حركة طالبان. تؤدي الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي سيتقاسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومنافسه السابق بيني غانتس فيها السلطة اليمين الدستورية الأحد في محاولة لإنهاء أطول فترة جمود سياسي ما لم تغير مفاوضات اللحظات الأخيرة الخطط. وتخللت تلك الفترة 3 انتخابات خاضها الرجلان لكنها لم تكن حاسمة. لكن في اللحظات الأخيرة طلب نتنياهو التأجيل لمدة 3 أيام ليتمكن من استكمال توزيع الحقائب الوزارية داخل حزب الليكود الذي يتزعمه. وبموجب الاتفاق تستمر حكومة الوحدة لمدة 3 سنوات. ويتولى خلال الأشهر 18 الأولى نتنياهو المستمر في السلطة منذ العام 2009 دون انقطاع رئاسة الوزراء. بعدها يتخلى نتنياهو الذي يواجه تهما بالفساد، وتبدأ أولى جلسات محاكمته في 24 من مايو عن المنصب لصالح خصمه السابق بيني غانتس. قال وزير التجارة الصيني أن الطلب العالمي تراجع بشكل كبير بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، وإن التجارة تواجه تحديات غير مسبوقة. وأضاف الوزير تشونغ شان في مؤتمر صحفي في بكين أن الشركة تمر بوقت عصيب للغاية بسبب التفشي الذي يوجه ضربة ضخمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية. وزادت صادرات الصين بشكل غير متوقع في إبريل للمرة الأولى هذا العام مع مسارعة المصانع لتعويض فاقد المبيعات بسبب جائحة كورونا، لكن انخفاضا حادا في الواردات يشير إلى أن هناك المزيد من المشكلات قادمة مع انزلاق الاقتصاد العالمي نحو ركود عميق. وتواجه الشركات الصينية صعوبات جمة بسبب تأثيرات الجائحة، ليشير لمسؤول إلى تقلص التمويل وتراجع الطلبيات والمخاطر المتنامية التي تواجه سلاسل الإمداد. انتهت نشرة أخبار المساء، قدمتها لحضراتكم من الفضائية الإريترية. شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.